انتوا عارفين ان الاغنيه تقريبا اسمها هو ده بقى، حيث ان ده مش عايده على لابساله ومتشيكه، انما على حاجه تانية خالص. من يومين لقيت التيك توك مرشق بناس بتعمل ترند بيرددوا عليه الاغنيه دي. فلما دورت ورا الترند لقيت ان السر ورا الترند ده هو اغنيه بنفس الاسم. هو ده بقى لمين بقى؟ تامر حسني وكريم اسامه والويلي. قلت اما اسمعها، فانبهرت الحقيقه ازاي ان الاغنيه مش مجرد اغنيه وخلاص، وانها رغم انها اغنيه ما كملتش 4 دقايق الا انها بتحكي قصه كامله بتويست. ازاي؟ تعالوا اما احكي لكم. اول جزء من الاغنيه كلكم عارفينه، مش هتبحر فيه قوي، هو بس بيبقى فيه حته زياده يا انه بنت بيقعد الحلال يبكتها بقى، ما ازاي انها مش خلاص هتلاقي مش واحد زيه داري بعد كده. منه اطلق انا اول حته خلاص. بقى عجبتني جدا في الاغنيه هو دخلة تامر حسني. هو الحقيقه كمان بقى ان دخلة تامر حسني ما عجبنيش فيها حاجه واحده، انما حاجتين او حتتين في دخلته. اولهم السلاسه في النقله ما بين سخريه كريم اسامه الخارجيه وبين تامر حسني اللي بيعبر عن صوت العمق، انه حاسس بالجرح وكده وكانه هو صوت الحقيقه. وعبقريه الويلي اللي عملت النقله دي كمان. تانيهم بقى ازاي تامر حسني حكى كاركتر ديفلوبمنت او تطور شخصيه كامل في جمله موسيقيه واحده. مقطع انه حس بالضلمه بعد فراقها، ومقطع انه تطور على مدار الوقت وهي فضلت زي ما هي، ومقطع انه بسبب مرور الوقت حس بقيمه نفسه صح بعدها، ومقطع انه بقى عارف ازاي هو ما حصلش وازاي ان ده اللي تعبها. فدول اول حاجتين عجبوني في الاغنيه جدا. تالت حاجه طبعا سكتة الكلام ومزيكة الويلي اللي لوحدها في النص، كأنه يعني بيغني بطريقته معاهم. بنرجع بعدها تاني للكورس وهو ده بقى، ودخلة تامر حسني كالعادة بتعجبني بحاجتين زي ما قلنا قبل كده. الفرق بس ان الحاجتين المرة دي مختلفتين تماما عن المرة الأولانية. أولهم ان المرة دي تامر حسني ما دخلش الدخلة الدرامية، إنما دخل بدري شوية مع دخلة الراب. وتانيهم ان تامر حسني بيقلد شخصية الراجل اللي البنت سابت البطل علشانه، وبعدين بيرجع تاني لشخصيته وهو جوه قالب الراب، وبيقول ازاي ان ده ادى بديله الجديد كاريزما مزيفه ما قدرش معاها يشوفه غير بنانو. كل ده بقى كوم بالنسبه لي، والحته اللي جايه في كوم تاني خالص. واحده من اقوى التويستات اللي سمعتها في اغاني، ويمكن احلى من تويستات شفتها في افلام كتير حب، لانه في الافلام تامر حسني نفسه هو اللي بيقول بنفسه هو ده بقى بطريقه دراميه كده، بس قبل ما بيقولها بيكرر في السريع كده مقطع معين، وهو مقطع وده اللي تعب. الحاجه اللي تخليك تسال هو قفل تامر حسني في الاخر لما بيردد هو ده بقى عن السبب اللي قفل العلاقه، كان قصده الهدف السطحي اللي هو الراجل الجديد اللي لابساله ومتشيكاله ومتهشتكاله، ولا الهدف الاعمق انه كان شخصيه ناجحه ومجننه الناس وده اللي تعبها. فهو ده بقى السبب الحقيقي. اخيرا انا حاسس ان زي ما اكون سمعت حاجه في الاغنيه دي قبل كده. انهي حته؟ ايوه الوو دي، سمعتها فين دي قبل كده؟ في انهي اغنيه؟ بعتلي في الشات طقم ترنجات استاذه فتكات لابسه لي عدسات بتقول لي العب لي في شعري. بصراحه حركت مشاعري. هو ده بقى سمعتها في الاغنيه دي. انتوا بقى ايه رايكم في التحليل ده للاغنيه؟ وايه رايكم في الاغنيه نفسها؟ هستنى تردوا عليا في الكومنتات، ولايك وشير وفولو لو عجبكم الفيديو ده. باي.